وهي صغيرة فرضوا عليها الجنس. أنا باقا كنحس براسي باقا درية صغيرة وصعيب عليا داكشي ديال الجنس. أنا في حالة استقبال. هاد المسألة ديال النساء اللي كيكونوا لاصقين في داك لو statut ديال باقا بنت بنوت باقا دريرية صغيرة، هادي حاجة كدمر العلاقة الجنسية، خصوصًا ملي كيزيدوها بالتشنج المبالغ. كتبقى ديما في السطح، يعني في العلاقة السطحية، وكتخلي الراجل هو خصو يدير كلشي، حيت هي إلا دارت شي حاجة في العلاقة الجنسية يمكن هو غادي يفكر بأنها ديك البنت فالتة ولا ما نعرف أشنو. يعني كيكون واحد البرمجة معينة عند ديك البنت، وكتكون هي عاجبها داك لو ستاتيو ديال باقا دريه صغيره ماشي مرا. انتي الحياه مراحل، انتي فاش كنتي دريه صغيره كنتي مع والديك ايتو، ما قلنا شيء، هذيك المرحله دازت. ولكن انتي اليوم مرا مزوجه، من حق هذاك الراجل عليك انك تعيشي علاقه جنسيه زوينه، وحتى انتي تعيشي علاقه جنسيه زوينه. المشكل ديال النساء في العالم العربي عامه كيبداو عندهم واحد الموروث ثقافي تيقول بان حق الراجل، عطيه حقه، عطي الراجل حقه، وهي حقها في العلاقه الجنسيه غير مذكور وما تربتش عليه. فبالتالي بزاف ديال العيالات واخا اللي كيكونوا الازواج ديالهم متفاهمين كيكذبوا في لورغازم، يعني تيكذبوا في النشوه الجنسيه. الا هو جاب لو بليزير ديالو تتقول له حتى انا، وهي كتكون راه والو، راه ما جابت حتى شي بليزير، هي تتكذب. وكاينين بيان سور كاينين استثناءات، ولكن هاد الشي حالات كيتكرروا، لان هي بالنسبه ليها كاين شي نساء اللي كترد هذاك العلاقه الجنسيه بحال الواجب الوطني. الوغ كنتي وياه تزوجتو على هذاك عقد النكاح، تزوجتو باش تعيشوا العلاقه الجنسيه، تعيشوا لي فونتازم ديالكم. انت اشنو خصك ديري؟ خصك ضروري تكتبي رساله وداع لداك الفتاه الصغيره. هذيك مرحله ودازت وتنفتحي على المراه. انت اليوم مراه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. الا كان عندك تشنج مهبلي تعالجي منه، لان العلاقه الجنسيه راه واحد الحاجه زوينه ليك، زوينه للاعضاء ديالك، وطاقه جميله جدا الا تعاشت بالشكل اللي خصها تعاش. فاجئي داك الراجل، تعاملي معاه مزيان، ديري ليه دي مساج، عيشيه واحد الاشياء اللي هما تيكون في الخيالات الجنسيه ديالو. تحدثوا بطلاقه، هضروا مع بعضياتكم على المسائل اللي كتبغيو او ما كتبغيوش. هضروا، انت داكشي اللي تيعجبك قوليه. هذاك راه راجلك، حلالك، من حقك انك تهضري معاه وتلقي لسانك معاه في مسائل اللي هي من حقكم بجوج بيكم. ملي كيبقاو داك الطابوهات في الجنس فكيبقى يتمارس بواحد الشكل مونوتون، وما تيبقاش رغبه عند الطرفين، خصوصا هذيك البنت اللي كتبقى دير لا لا. انا كنعقل على واحد الحاله، تزوج بها الراجل وما كانتش هو راه مزوج بها، تلمو هي شاده في هذيك الفكره ديال انا كنحشم، انا ما شتي انا كنخاف، انا ما تطلقها قبل ما يوصلها عنده للدار، لانه هو ماشي مزوج على داك الشيء. هو مزوج بوحده اللي يعيش معاها كيف ما بغى، ويعيش معاها لي فونتازم ديالو، ويحقق معاها الخيالات الجنسيه ديالو. بيان سور حتى هي خاص يكون انفتاح من الطرفين. يعني مشكله هاد القضيه ديال الفتاه الصغيره اللي كتبقى شاده في هذاك لو ستاتيو، وهاد القضيه ديال انها كتبقى فتاه صغيره، فكتاثر حتى في العلاج ديال التشنج المهبلي، وكتاخروا وكتعطي ضربه قاضيه للعلاقه الجنسيه. فعالجي نفسك اولا من التشنج المهبلي، وثانيا عيشي العلاقه الجنسيه بانطلاق، وافتخري بانك امراه، ونفتحي على عالم المرأة الحقيقية، حيت تما فين تتفتحي بحال شي وردة، وكتقدري انك تعطي احسن ما عندك. وهذاك الراجل تيولي عايش معاك مزيان، وما كيبقاش غيشوف هنا وهنا، لانه اي خيال جنسي عنده واي رغبة كيحققها معاك انتي. فما تبقايش تابعه القناه الركاني وقادي العلاقه الجنسيه ديالك مع الزوج ديالك.